كل مشاهدين ومتابعين مجد الكورة في كل مكان. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في إطلالة جديدة أينما كنتم في مصر أو خارج مصر. الحقيقة بس أنا عايز أقول حاجة بسرعة. النهاردة كان في مباريات في الدوري الإنجليزي أو البريمير ليج، الدوري الإنجليزي الممتاز، واللي يهمنا حقيقة 3 مباريات، يعني اللي يهموني 3 مباريات حقيقة. مانشستر سيتي خسر على أرضه من برنتفورد 2-1، ودي كانت مفاجأة كبيرة جدا بالنسبة لي وبالنسبة لكل المتابعين للدوري الإنجليزي. مش عايز أقول لكفاءة جوارديولا ولاعيبة السيتي، الكواليتي للاعيبة السيتي، لا كمان المفاجأة الهزيمة على أرضه 2-1. ودي حاجة زي ما قلت لكم وبرجع تاني بكررها، إن السيتي والأرسنال أول وتاني هو التنافس في البريمير ليج بين السيتي وبين يعني مانشستر سيتي وبين الأرسنال، حقيقة بين ارتيتا الاسباني وبين جوارديولا الاسباني. ارسنال متصدر طبعا الدوري الانجليزي حتى الان، رغم وما يهموش اول مباراه اللي هتتلعب مع ولفرهامبتون حتى لو اتغلب، لان هو فارق عن الاهداف او فارق بالاهداف والنقط عن مانشستر سيتي اللي اتغلب في مفاجاه كبيره جدا 2-1 على ملعبه. واعتقد ان دي حاجه مش الهزيمه الثانيه للسيتي، لكن مش هتاثر، ما اعتقدش اللي هي هتاثر بشكل كبير على المنافسه بينهم. لكن يهمنا عشان الاول والثاني والثالث والرابع، يعني انا بقول المنافسه السيتي والارسنال الاول والثاني، وبقول الثالث المركز الثالث والرابع بين الارسنال وتوتنهام وتشيلسي ومانشستر يونايتد. فمن هنا كانت الصعوبه، وممكن نيوكاسل يخش معاهم. فده اللي يهمنا. طبعا ليفربول قدر اللي هو يواصل عروضه الايجابيه والنتائج، وكسب 3-1 على ساوثهامبتون. صلاح حاول كتير الحقيقه لكن ما كانش موفق في الاهداف، لكن لعب مباراه كويسه. يعني انا بقول لو هو احرز هدف في الكره الاخيره وبتاع كان ينقصه ويحرز اهداف، لكن هو من احسن اللعيبه في المباراه من وجهه نظري. طبعا ده مهم، المباراه دي مهمه. كمان توتنهام كسب 4-3، فبالتالي توتنهام محافظ على مركزه في الاربعه الاوائل، وده اللي كان يهمنا. نيوكاسل كسب كمان، يعني نيوكاسل كسبان تشيلسي 1-0 يعني لغايه دلوقتي، لغايه ما انا بكلمكم. فبرضه ده يهمنا الفريقين، لان نيوكاسل اعلى من ليفربول وتشيلسي برضه في الاثنين في التوب 6 زي ما بنقول، او في الفرق السته اللي هو في المقدمه. ليفربول بعد ما فاز النهارده بقى 22 نقطه، وبالتالي صعد للمركز السادس قبل نهايه السنه. وبعد كده خلاص هيتوقف الدوري الانجليزي او البريمير ليج النهارده او بعد مباراه بكره بوجه التحديد، وبعد كده هيستأنف بعد المونديال او بعد كاس العالم في فيفا قطر 2022. لكن انا عايز اتكلم برضو، كان في مشكله حصلت، يعني دي النتائج اللي يهمونا. وطبعا محمد صلاح رايح الكويت عشان يلعب مباراه بلجيكا اليوم 18، وفي المباراه الوديه الدوليه مع منتخب بلجيكا قبل المونديال. حسام حبيب، يعني قصه كده شيرين، الناس بتتكلم اصل محمد صلاح لغى حساب متابعته للانستا لشيرين لان هو عامل اعلانات لا للادمان، يعني او انت اقوى من الادمان، فبالتالي هو حر، هو براحته. لكن بعد كده جه حسام حبيب عايز يعمل ترند، هو لغى متابعته لمحمد صلاح. وهو اللي يعني محمد صلاح هينام يعني زعلان حزين اللي انت ما بتتابعوش، ولا فرقه معاه ولا فرقه معاه. ده حسابه معدي ملايين الملايين، يعني مش عايز اقول 10 او 5 او 15 مليون لمحمد صلاح، فمش فارقه معاه واحد ما اعرفش بيفهم في الكوره ولا لا. لكن هو القصه مش كده، القصه اللي الناس زعلت قوي عشان موضوع شيرين، هناء وشيرين ولا شيرين وحسام، اللي هم رجعوا بعد ما هي قالت لا ده انا رفعت عليه قضيه واصل اخويا مش عارف ايه، وصدروا لنا مشاكل. يعني احنا مش ناقصين، يعني احنا في غنى وفي حل اللي احنا نتابعهم اصلا، واصل هي مش عارف ايه. فصلاح لغى المتابعه لشيرين بعد ما اتاكد ان هي بتتعالج بقى 20 يوم من الادمان. وهو عامل اعلانات لا للادمان، او انت اقوى من الادمان، اللي حضراتكم كلكم شفتوها واتبسطتوا بيها، ورجعت ناس، ده انقذت اكتر من 75,000 واحد من الادمان واتعالجوا. حاجه جميله، فاحنا بنحيي بيها العالمي محمد صلاح، وكل اللي هو يتابع ويلغي هو حر. دي حاجه، رغم اللي هو كان متصور مع شيرين، وابدا اللي هو سعادته اللي هو متصور مع شيرين، وكانوا بيتكلموا مع بعض اللي هم يعملوا مشروعات خير وحاجات كبيره جدا. شيرين هي اللي ممكن تقول الكلام ده مش انا، لكن ده اللي حصل، الحوار اللي حصل بينهم، وفي الصوره اللقطه الجميله اللي بين محمد صلاح وشيرين.
لكن حسام حبيب طبعا اللي هو رجع تاني، مش عايز اقول فرق السن لصالح شيرين، هم احرار. لكن القصه اللي انت، هي رفع قضيه عليه وهو خد فلوسي، ووالده بيقول مش عارف كذا، وده بيقول كذا، وده بيعمل كذا، وانا رفعت قضيه، واللي يشوفه يضربه، واصل سحني، كل الكلام ده طلع فيه فيلم هندي ساقط. عارف يعني فيلم هندي هابط وساقط، يعني زي ما تقولوا سموه زي ما بتقولوا، لان ولا الشعب المصري ولا حد يهتم. على فكره يا شيرين، انا عايز اقول لك على حاجه، شوفي كل الاعلام العربي بيقول ايه عليك. انت شعبيتك نزلت تقريبا ل 50%. يعني اذا كان الناس بتحبك بنسبه 100% في كل الدول العربيه، انت بقيتي 50%. طب انت هترجعي له، هو انت شرطتيه ليه وكذا وبيعمل كذا وعمل كذا ومش عارف ايه، كل الكلام ده كله قضايا وانا مش هسيبه، وبعدين خلعتيه. سيبك بقى، العصمه في ايدك في ايده، مش هي دي الفرق. انت خلعتيه حضرتك، وبعد ده كله بلح نفاجئ اللي انت رحت المأذون وتعالى طلعوني، ورجعت تاني لحسام حبيب. يعني ما تشغلنيش ارجوكي، اللي انت ما تشغليش الناس. لكن انا عايز اقول لك كلمه واحده، اللي شعبيتك تقريبا بنسبه 50% يا شيرين نزلت. انت كنت مغنيه كويسه او مطربه او بتقولي على نفسك نجمه، او هم بيقولوا عليك نجمه الغناء ولا الطرب، وما شربتش من نيلها. فاكره المشكله بتاعت ما شربتش من نيلها، وبعدين رجعتي كدبت تاني بعد ما اترفع عليك قضيه. ما علينا، المهم اللي انت بتحبي بلدك واللي انت مخلصه، ما قلناش حاجه اكيد طبعا. لكن اللي انت قلتيه عن حسام حبيب وترجعي له تاني وكل المشاكل ده، فبقول لك اللي ده يا افقدك 50% من شعبيتك، رغم ان انت ليكي اغاني جميله وكل حاجه. لكن الحقيقه ده اللي حصل، وكل الاعلام العربي، ده كلام مش كلام انا على فكره، نضال الاحمديه ومي مش عارف مين وده، كل الناس كل الاعلام العربي بيقول ان فقدتي 50% من شعبيتك في الوطن العربي، مش في مصر بس. 50%. انت مطربه كبيره وليكي اسم، معقوله؟ طب بلاش يعني، انتوا خليكم مع بعض من غير ما تقولي ده وحش، ده انا رفعت عليه قضيه، ده انا مش هسيبه. لان كل الكلام ده الناس بتتاثر بيه، والمفروض ان انت برضو في ناس بتحبك وناس بتتابعك وناس، فانت بالنسبه لهم مثل اعلى في الطرب او في الغنى مثلا، على سبيل المثال. زي ما محمد صلاح مثل اعلى للعيبه في جميع انحاء العالم، اللي هو مثل اعلى. مش هقول قدوه لان القدوه النبي عليه الصلاه والسلام، لكن هو مثل اعلى حتى في الكوره. فطبعا ده كله اثر عليك بشكل كبير. وحكايه اللي هو حسام حبيب عايز ياخد ترند او ياخد بونت لما هو لغى محمد صلاح، فمحمد صلاح مش هينام زعلان، يعني مش فارقه مع حبيب ولا ابراهيم ولا اي حد، مش فارقه معاه. وطبعا مش عايز اقول بقى ليه اللي حصل، اللي والده جه رد على مرتضى منصور لما جه طلع المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، لما جه طلع يتكلم ويقول هي ناقصه شيرين وناقصه مش عارف ايه على البتاع، فهو بيرد عليه بيقول انا زملكاوي كبير ومش هزعل منك. لكن انا برضو يعني دي حاجه شخصيه وبلاش يعني انا مش عارف ايه القصه، يعني الموضوع كبير وايه كده. لكن انا هكتفي بكده، واللي يهمني اللي ليفربول بدا يقرب للمركز الرابع زي ما انا قلت قبل كده. هسيبكم مع قصه الفيلم الهندي لحسام وشيرين، الفيلم الهندي الساقط او الهابط اللي حصل، ونتائج ليفربول، وان شاء الله مباراه مصر وبلجيكا يوم ان شاء الله يوم 18 في العاصمه الكويت. اسيبكم في اطلاله جديده، او هقابلكم في اطلاله جديده ان شاء الله مع ملك الكره.